السلام عليكم حبايبي طلاب الصف السادس الابتدائي. النهارده هناخد مع بعض أول دروس المنهج بتاعنا هو الموقع الجغرافي لوطننا العربي. إيه وطننا العربي ده؟ إحنا وطننا مصر جزء من وطن كبير اسمه الوطن العربي بيضم 22 دولة عربية. بيجمع عليهم لغة وتاريخ وثقافة مشتركة. إزاي الكلام ده؟ أنا دلوقتي لو جيت مثلا جبت لك واحد أمريكي وواحد هولندي وواحد سوري وقلت لك مين فيهم العربي؟ فطبيعي هتقول لي مين؟ السوري. طب اشمعنى السوري؟ إنه بيتكلم لغة عربية. ثقافته عاملة زي ثقافتنا في العادات والتقاليد، الحلال والحرام. فالدول العربية بيجمع عليها 3 حاجات: لغة وتاريخ وثقافة مشتركة. يبقى احنا عرفنا أول حاجة إن وطننا مصر جزء من وطن كبير اسمه الوطن الإيه؟ العربي. وعدد الدول العربية 22 دولة عربية. بيجمع عليهم 3 حاجات: لغة وتاريخ وثقافة مشتركة. فلو جيت قلت لك أكمل وطننا مصر جزء من وطن كبير هو الوطن نقط، فهو الوطن إيه؟ العربي. عدد الدول العربية نقط 22 دولة عربية. وقلنا الدول العربية بيجمع عليها كام حاجة؟ 3 حاجات: لغة وتاريخ وثقافة مشتركة. تعالوا بقى نعرف الموقع الجغرافي لوطننا العربي. وطننا العربي موجود فين؟ وسط قارات العالم. وكده بصينا على الخريطة اللي قدامنا هنلاقي إن الوطن العربي موجود في وسط قارات العالم القديم، آسيا وأفريقيا وأوروبا. وكمان وطننا العربي بيمتد في قارتين اللي هم قارة آسيا وقارة أفريقيا. طب جيت قلت لك أكمل يمتد وطننا العربي في قارتي نقط ونقط، هتقول لي إيه؟ قارة آسيا وقارة أفريقيا. يبقى احنا عرفنا الموقع الجغرافي لوطننا العربي إن وطننا العربي بيمتد أو بيقع وسط قارات العالم القديم، آسيا وأفريقيا وأوروبا. ويمتد في كام قارة؟ 2: قارة آسيا وقارة أفريقيا. تعالوا نبص بقى على حدود الوطن العربي. يعني إيه حدود الوطن العربي؟ يعني أعرف إيه اللي بيحد الوطن العربي من الشمال، من الجنوب، من الشرق، من الغرب. بص على الخريطة اللي قدامنا هنلاقي الوطن العربي بيحده من الشمال حاجتين: هو البحر المتوسط وجبال توروس. تاني، الوطن العربي بيحده من الشمال إيه؟ حاجتين: البحر المتوسط وجبال توروس. من الجنوب 3 حاجات: البحر العربي والمحيط الهندي والصحراء الكبرى. تاني، بيحد الوطن العربي من الجنوب كام حاجة؟ 3. ايه هما؟ بص على الخريطة معايا: البحر العربي والمحيط الهندي والصحراء الكبرى. ومن الشرق 4 حاجات ناخدهم مع بعض كده على الخريطة: جبال كردستان، جبال زاجروس، الخليج العربي وخليج عمان. تاني، بيحد الوطن العربي من الشرق كام حاجة؟ 4. ايه هما؟ جبال كردستان، جبال زاجروس، خليج عمان والخليج العربي. آخر حاجة بيحد الوطن العربي من الغرب حاجة واحدة: المحيط الأطلنطي. يبقى احنا عرفنا حدود الوطن العربي. بيحد الوطن العربي ايه؟ من الشمال، من الجنوب، من الشرق، من الغرب. طيب السؤال جاي لنا ازاي؟ يجي لك مثلا أكمل يقول لك يحد الوطن العربي من الشمال نقط ونقط، هنقول البحر المتوسط وجبال توروس. يجي صح وغلط. يحد الوطن العربي من الغرب المحيط الهندي، يبقى غلط، المحيط الايه؟ الاطلنطي. دلوقتي هنتكلم مع بعض على مساحه ودول الوطن العربي. مساحه الوطن العربي قد ايه؟ هنلاقيها 13 مليون كيلومتر مربع. بيضم 22 دوله بيجمعهم زي ما قلنا في اول الدرس لغه وتاريخ وثقافه مشتركه. 22 دوله دول مقسمينهم 12 دوله عربيه في الجناح الاسيوي و10 دول عربيه في الجناح الافريقي. يعني ايه يا مستر في الجناح الاسيوي؟ يعني ايه في الجناح الافريقي؟ يعني عندي 12 دوله عربيه موجودين في قاره اسيا و10 دول عربيه موجودين في قاره افريقيا. تاني مع بعض: عدد الدول العربيه كام دوله؟ 22 دوله. عندي منهم 12 دوله في الجناح الاسيوي ودول بيمثلوا حوالي 28% من مساحه الوطن العربي. وعندي 10 دول عربيه موجودين فين؟ في قاره افريقيا ودول بيمثلوا حوالي 72% من مساحة الوطن العربي. طيب من أمثلة الدول الموجودة في الجناح الآسيوي زي إيه؟ زي دول الخليج العربي اللي هي الإمارات، البحرين، الكويت، سلطنة عمان. زي دول بلاد الشام اللي هو فلسطين ولبنان والأردن وسوريا. دي دول الجناح الآسيوي اللي عددها كام؟ 12.
طيب ودول الجنوب الافريقي احنا عارفين معظمها. طبعا اول دوله عندي مصر، المغرب، تونس، الجزائر، ليبيا، السودان. يبقى احنا عرفنا ان الدول العربيه عددها كام كلها؟ 22 دوله، 12 في قاره اسيا و10 في قاره افريقيا. طيب عندي معلومه مهمه جدا جدا جدا. يجي يقول لك ان اكبر الدول العربيه مساحه هي دوله الجزائر، واصغر الدول العربيه مساحه هي دوله البحرين. طيب جيت قلت لك اكمل، يبلغ عدد الدول العربيه نقط 22 دوله. طيب اكبر الدول العربيه مساحه هي دوله نقط، هي دوله الجزائر. اصغر الدول العربيه مساحه هي دوله البحرين. دلوقتي هنتكلم على اهميه الموقع الجغرافي للوطن العربي. والموقع الجغرافي للوطن العربي ليه اهميه؟ طبعا ده ليه 3 اهميات. اهميه اقتصاديه، واهميه دينيه، واهميه حضاريه وثقافيه. هنبدا اول حاجه بالاهميه الاقتصاديه. والوطن العربي ليه اهميه اقتصاديه؟ طبعا لسببين. اول حاجه ان الوطن العربي بيشرف على مسطحات مائيه مهمه زي البحر الاحمر والبحر المتوسط والخليج العربي. كمان الوطن العربي بيتحكم في 4 ممرات مائيه مهمه، اللي هي قناه السويس، ومضيق جبل طارق، ومضيق باب المندب، ومضيق هرمز. طب يا مستر، هي المسطحات المائيه اللي بيشرف عليها الوطن العربي والممرات المائيه اللي بيتحكم فيها دي بتدينا اهميه اقتصاديه ازاي؟ هقول لك. لان تجاره العالم، السفن والبضائع وحركه التجاره بتاعت العالم كلها بتعدي على المسطحات المائيه دي والمضايق والممرات المائيه. فده بيحقق ايه؟ عائد اقتصادي للوطن العربي. الوطن العربي بيتحكم في تجاره العالم. اي تجاره ما بين الشرق والغرب بتعدي على ارض ايه؟ الوطن العربي. زي عندنا قناه السويس، مش ده من الممرات المائيه بتعدي عليها السفن بتاعت العالم. لما بتعدي علينا بتدفع رسوم. الرسوم دي بتخش خزانه الدوله المصريه، بنعمل بيها مشاريع بقى، شركات ومصانع. يعني افهم من كده ان الممرات المائيه دي بتحقق عائد اقتصادي للوطن العربي؟ طبعا. طيب السؤال هنا جينا ازاي؟ يجي يقول لك بما تفسر الاهميه الاقتصاديه لموقع الوطن العربي. هنقول له سببين. اول حاجه اشرافه على مسطحات مائيه هامه زي البحر الاحمر والبحر المتوسط والخليج العربي. كمان تحكمه في ممرات مائيه هامه زي ايه؟ 4 حاجات. اول حاجه قناه السويس، مضيق جبل طارق، مضيق باب المندب، ومضيق هرمز. كمان مهم نعرف اماكن الممرات المائيه والمضايق على الخريطه. نبص تاني على الخريطه. قناه السويس، مضيق جبل طارق، مضيق هرمز، ومضيق باب المندب. يبقى احنا عرفنا الوطن العربي ليه اهميه اقتصاديه ازاي؟ بسببين. اول حاجه اشرافه على مسطحات مائيه هامه زي البحر الاحمر، البحر المتوسط، والخليج العربي. تاني حاجه انه بيتحكم في 4 ممرات مائيه مهمه اللي هي قناه السويس، ومضيق جبل طارق، ومضيق هرمز، ومضيق باب المندب. اخر حاجه في الجزئيه دي عندي تعريف المضيق. ايه المضيق ده؟ ممر مائي ضيق بيصل بين مسطحين مائيين. تاني اهميه للوطن العربي هي الاهميه الدينيه. والوطن العربي ليه اهميه دينيه؟ طبعا. الوطن العربي هو موطن الديانات السماويه الثلاث، اليهوديه والمسيحيه والاسلاميه. الديانات السماويه الثلاث نشأت على ارض الوطن العربي ومنه انتشرت في العالم كله. وكمان وجود الاماكن المقدسه على ارض الوطن العربي زي الكعبه المشرفه بالسعوديه، وكنيسه القيامه بفلسطين، والجامع الازهر الشريف بمصر. طب السؤال يجي لنا ازاي؟ يجي يقول لك دلل للوطن العربي اهميه دينيه. هنقول ليه؟ لانه موطن الديانات السماويه الثلاث، اليهوديه والمسيحيه والاسلاميه. ووجود الاماكن المقدسه مثل الكعبه المشرفه وكنيسه القيامه والجامع الازهر الشريف. اخر حاجه عندي في الدرس هي الاهميه الثقافيه والحضاريه. من اسمها اهميه ثقافيه وحضاريه. الوطن العربي شهد قيام اقدم الحضارات اللي عرفتها البشريه زي الحضاره المصريه القديمه في مصر وحضاره بلاد العراق القديم. يبقى الوطن العربي ليه اهميه حضاريه؟ طبعا. بسبب نشأت أقدم الحضارات على أرضه زي الحضارة المصرية القديمة وحضارة بلاد العراق القديم. كده درس النهارده خلص. أتمنى الدرس يكون عجبكم وإن أنتوا تكونوا فهمتوه كويس. أي حد عنده سؤال أو في نقطة مش فاهمها
او في درس حابب ان انا اشرحه له، اكتبوا لي في التعليقات او تواصلوا معايا عن طريق صفحه الفيسبوك اللي سيبها لكم في الوصف. سلام عليكم.